شوفوا الحرب دي انسونا من الشق السياسي والعسكري بتاعها. شوفوا قامت ليه؟ لانه جوا القلوب وسخانه، جوا القلوب ما نظيفه. طيب انتوا اللي بيحصر عليكم، طيب لكن الرجل المحترم اللي بيقدم عطاء محترم، اللي بيقدم عطاء دون مقابل، اللي بيقدم عطاء بلا حدود، طيب انتوا عايزين تركبوه. هسه لو جبنا صوره والله يا اخي عين بتأثر، لو جبنا صوره بتاع الزوج. والله يا اخي شيخ الامين سلم على خضار يصير رقابكم، ولا سلم على فلان، ولا سلم، ده كل المحتوى بتاعكم، دي رجولتكم. طيب دي كوادركم الخطابيه بتقول كلام زي ده يا قرف. ما بتخجلوا والله ما بتخجلوا، سعادتكم بالله ما بتخجلوا يا اخي. عين هذول يقولوا لهم شنو عليك الله يا خالد. شيخ بعد ما في اي كلام، انت كفيت ووفيت، وكنت صادق في الاجوبه، وكنت صادق. انت حتى تجردت من المشيخ وقلت انا اخطئ واصيب. دي تكفي، دي تكفي، دي تكفي لصدقك، دي تكفي لطرحك، دي تكفي لمكانتك كانك انت شيخ، ودي تكفي لمكانتك لانك انت مربي. ويكفينا البنت المراهقه الصغيره طلعت واتكلمت عن الشريعه واتكلمت عن الفقه وهي في فتره المراهقه، طيب، وقالت انا تربيه المسيد. التحيه لك مولانا شيخ الامين، التحيه لجنودك، التحيه لكل ما قدمته للدوله السودانيه، التحيه لك وانت ما زلت تؤثر على نفسك خدمه الجماهير الشعب السوداني دون رياء ودون اذى. ولليله ولبكره انا ما طارح نفسي نبي ولا طارح نفسي ملك. شيخ يخطي ويصيب، يخطي ويصيب، لانه انا ما ملك ولا نبي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكن الله وفقني هنا، الله وفقني هنا. وده كده بيأكد للناس انه في تكية هنا يقوموا يعملوا لهم تكية في مكانتهم، والحمد لله نجحت. عين الفرن ده يا خالد آتت أكلها، بقت هسه كل المجموعة عندهم تكية فيه، لكن للأسف يدعموها شهر شهرين ويقفوا على كده. يعني هسه لو الوالي بيتكلم على انه في كم 70 تكية، ويجي يقولوا لك شنو؟ ليه بتتكلم؟ يا جماعة احنا كم ما تكلمنا كان بيعرفوا في تكية هنا. احنا كم ما تكلمنا كان والله العظيم عن التكاية دي وين يا خالد؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. عن جد 6 تكايا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وانا سمعني وعدت لي احد مواطني الجريف غرب في هذه المنطقه. الحمد لله وبحمد الله تعالى وصلنا الدعم الثالث للشيخ الامين جزاه الله خير، رجل البر والاحسان والفضل. ربنا ان شاء الله يكرم ويزيد بالفضل ان شاء الله تعالى. نحن الحمد لله تلقينا هذا الدعم يعتبر الدعم الثالث، والحمد لله وزع من الحاره الاولى لغايه الحاره السادسه في منطقه الزنقات المرفقه ان شاء الله مع هذا التقرير. من الحاره الاولى لكم؟ للسادسه. شوف الكلام ده كيف. 6 تكايا في الجريف، شفتها؟ 6 تكايا وين؟ 6 تكايا